بس انت ما ينفعش تحب حد عشان خاطر بيديك فلوس. الحب ما لما يحبك ببلاش. العيال كلها بيحبوا ماما عشان ايه؟ عشان كل يوم بيجيبوا لهم لعب. ايوه انا ليه بحبك وانت شيل ايدك من عليا. ليه؟ مش انا بحبك؟ طب انت كده بتاع فلوس؟ يعني انت ما بتحبش بابا الا عشان الفلوس؟ لما يحبك ببلاش لا. جيب اللعبة تجيب ال 50 جنيه. انت ابني ولا لا؟ هات ال 50. استنى هات ال 50 جنيه. انت ابني ولا لا؟ هات ال 50. ما انا هديك 50 جنيه بس نفهم الاول عشان هات ال 50. انا عايزك تبقى متربي صح. هات ال 50. ما ينفعش التربيه الوحشه. هات ال 50. ماما كانت بتعمل زيك كده، تقعد تقول لي هات فلوس يا اما اقعد معاك، فلوس يا اما احبك، يا هات فلوس يا اما كذا. زهقت منك. انا كده. ما انت كده هتبقى وحش وهزهق منك واسيبك. هنقعد نهبل ولا نستهبل ولا هنستبقع؟ احنا مش هنعمل حاجه خالص وانا مش عايز اعرف. هات ال 50 جنيه هو السبب. وانا اللي اخدها بنفسي ولا انا اللي اخدها بنفسي؟ روح قول لي جده اللي رباك، قول له يا بابا انت يا جده انت ربيتني تربيه وحشه قوي. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ده فيديو الواحد مش عارف يتكلم عليه ازاي، يتكلم عليه بكوميديا ولا بتريقه على التربيه ولا الدموع تملى عين الواحد وهو بيتكلم على الحال اللي احنا وصلنا له. اب قاعد مع ابنه في ساعة الرؤية، وعشان تكونوا معانا في الصورة الاب والام منفصلين ومرة كل شهر بيقعد معاه ولا مرتين، عشان الابن يقعد مع ابوه بقى بالفلوس وبيطلب 50 جنيه عشان بس يتكلم مع ابوه. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ والاب بقى يعني اللي بيتصرف بحكمة ما شاء الله، وانا بتريق طبعا. يعني انت اللي بتتكلم مع الولد وما ينفعش وعيب، طالع تقول له امك كانت بتعمل كده؟ يعني انت بتعالج غلط بغلط؟ ما هو ده نتيجة اختيارك انت من الاول. عمال تتكلم وتقول امك كانت عايزة كل حاجة عشان الفلوس، وروح قول لي لجدك انت عرفت تربي صح. طبعا يعني الاب طلع يتكلم وقال لك انا من غلبي عملت كده، وعلشان تلحقوا الطفل انا مش عارف اتكلم مع والدته وعاملالي بلوك. طبعا مش هنجيب كلام الاب ولا نعرضه لحد ما نسمع كلام الوالدة علشان ما نبقاش منحازين لطرف عن طرف، لكن الفيديو كارثي. ده نتيجة الطلاق وده نتيجة يعني التربية الغلط. يعني يا جماعة ما حصلش بينكم نصيب؟ بدل ما تقعدي طول الليل تحفظي ابنك كلام، حببيه في والده حتى لو بالكذب. على الأقل لما الولد يكبر ويشد عوده كده هيكون سند ليكي زي ما يكون سند لابوه. لكن لو قلبه جمد على طرف هيجمد على الطرف التاني. ما تختاروا صح من الأول. بس نرجع ونقول كله نصيب، وده مش موضوعنا. موضوعنا ان كل حاجة بقت بالفلوس، حتى الاطفال وصلوا للمرحلة السوداء اللي احنا بنتكلم فيها ديت. الطفل يعني ما شاء الله يعني زي القمر ولسه صغير، بس خلاص لغته كلها بالفلوس، عارف الطريق جاي منين. والاب يعني والله الاب مش عارف الواحد يتعاطف معاه ولا يقول ان هو اتصرف غلط. ما تحت اي ظرف انت شوهت الولد، خليت اللي ما كانش يعرفه ولا يعرف اسمه بقى يشوفه في الشارع يبقى عارفه. هيكمل ازاي حياته بعد كده؟ ولا نقوله عليه طفل؟ ولا انت بتحاول تصلح الغلط بغلط اكبر؟ ولا جت معاك كده؟ مش هنحكم على التصرفات، هنحكم بس على الفيديو اللي احنا وصلنا له. فبالله عليكم بالله عليكم، علشان الطلاق الفترة الأخيرة يعني الحالات زادت جدا، ما حصلش نصيب وفي أطفال بينكم، خلوا الأطفال تكبر وهي بتحب الأب وبتحب الأم. الحياة مش مستاهلة، الحياة مش مستاهلة. وبلاش نعاند الطرف التاني على حساب الطفل، وبلاش نفضل نحفظ. يعني الفيديو كارثي، الفيديو كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بس هنعمل ايه؟ ده الحال اللي احنا وصلنا له، وان شاء الله هنتابع الموضوع. يعني هنشوف كلام الاب رد وقال ايه، وهنشوف الام اكيد طبعا اكيد. ما احنا يعني الواحد شاف الفيديو ده من يوم او يومين ومش قادر يطلع يتكلم عليه عشان ما يبقاش بينشر حاجه زي كده. لكن لقيته خلاص الفيديو بقى ترند وكل الناس طلعت تتكلم عليه. كان لازم الواحد يطلع يتكلم، مش عشان اللايك ولا عشان الشير، علشان يقول للناس خلي بالكم، وانصح نفسي قبل اي حد. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده، وتحياتي لحضراتكم.